في وسط كل دوشة الحياة، الكلام اللي بنسمعه من كل ناحية، ضغط الشغل، ساعات كتير بنحتاج نشتري دماغنا أو بالمعنى نشتري راحة بالنا أو نكبر دماغنا. في الفيديو ده هنتكلم عن إزاي نقدر نبعد عن الحاجات اللي بتأثر علينا بالسلب ونعرف نعيش حياتنا بسلام وراحة. خليكم معايا لآخر الفيديو، لعل وعسى ممكن تستفاد بنصيحة واحدة من النصايح اللي أقدمها لك. يلا نبدأ الفيديو. في حياتنا اليومية دايما بنلاقي نفسنا متورطين في حاجات مش بتخصنا ومش مهمة لينا، وده ممكن يكون مصدر كبير للتوتر والضغط النفسي. مسألة اني منشغلش بكل اللي حواليا حتى وان كانوا بيسؤوا لي او بيتهموني فيها امر شرعي. سيدنا عبد الله بن عباس يقول: اذا سمعتم يا ايها الذين امنوا فاعلموا انه امر من الله يامركم به او نهي من الله ينهاكم عنه فاستركوا السمع. اول ما اسمع يا ايها الذين امنوا تطرطر ودنك. ايه عايز مني يا رب؟ عليكم انفسكم، خليك في نفسك، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. كمل وملكش دعوه، خليك في حالك واستعن بالله. خوفك من كلام الناس اللي ملهاش قيمه مش هيرفعك في عيونهم. الناس لا هترضى ولا هتتفق عليك حتى ولو كنت ملاك بجناحين. اعمل الانسب والاريح بالنسبه لك. ما دام محدش بياكلك ولا بيشربك فخليك حر نفسك، وما تخليش جهل حد بيك يغلب معرفتك بروحك. سيبوا اللي يتكلم يتكلم واللي يصدق يصدق. الكل عارف الصح من الغلط، فمش عايزين وجع دماغ. الحياه الهاديه حلوه جدا، اتعلموا ما تردوش ما تركزوش. مفيش اعظم من انك تكون عارف حقيقه اللي حواليك بس تقرر تشتري دماغك. مع الوقت هتتعلم ازاي تبعد عن اي جدال ملوش لازمه. حتى ولو كنت صاحب الحق هتقرر تشتري دماغك. اتعلم ازاي تشتري دماغك بجد والله العظيم. يعني لقيت حد بيجادل معاك، ناقش معاك، بيفرض رايه عليك باي طريقه، ما تردش عليه. حد تاني غلطان وعارف انه غلطان وبيقلب الترابيزه عليك، سيب له الترابيزه بالمكان وامشي. حد بقى حافظ ومش فاهم، ده لا عنده استعداد يفهم ولا عنده استعداد يسمع، ده تسيبه لنفسه. المواقف هتعلمه. النقاش ده اتعمل للناس اللي حابه تسمع عشان تعرف ترد عليه. اما اللي لسانه سابق فهمه ده لا هتوصل معاه الحل ولا هتعرف تفهمه، ده تسيبه لنفسه. عشان تقدر تشتري دماغك اول حاجه بسم الله كده، ما تخشش نقاش مع اي بني ادم مهما بلغت درجه حكمته. يعني خليك اللي هو ماليش راي، ماليش دعوه، ماليش علاقه. بعشق تراب مصر بس مقدم على هجره بقالي 4-5 سنين. يعني اللي قدامك راح في اي حته انا كده كده معاك، فاهم؟ ورايك احتفظ بين نفسك، لان الناس كده كده هتفاصل معاك مع انه رايك، بس وجهه نظرك ما تعرضهاش لحد، خليها بتاعتك انت. ايه معنى كبر دماغك؟ كبر دماغك، مصطلح كبر دماغك او تشتري دماغك يعني بيجي من فكره انك تكبر دماغك وتشتري دماغك وتركز على الحاجات المهمه في حياتك بس. مش كل حاجه بتحصل حواليك تستحق انك تدخل فيها او تفكر فيها بعمق. يعني تتجاهل الكلام السلبي او التدخلات اللي مالكش فيها. يعني تعيش حياتك بسلام وراحه. خليك رايق وكبر دماغك وتختار انك ما تديش اهميه لكلام الناس اللي مالوش لازمة في حياتك ولا هيفرق معاك بأي حاجة. طب حد يقول لي ليه مهم انك تكبر دماغك؟ اول حاجة تقليل التوتر والضغط النفسي. ايوه تقليل التوتر والضغط النفسي. هتخش في نقاش، هتخش في جدال، ضغطك هيعلى، ضغطك هيوطى. هي كده. لما بتبعد من المشاكل اللي مش بتخصك بتلاقي نفسك اقل توترا وضغطا. الحاجات اللي مش بتهمك مش هتاخد من وقتك وطاقة تفكيرك. تركز افضل على اهدافك احسن من انك تخش في حوارات ووجع دماغ. ركز على اهدافك. لما بتبعد عن المشاكل الفرعيه والامور الجانبيه بتقدر تركز على اهدافك الحقيقيه وتحقيق نجاحاتك الشخصيه والمهنيه. علاقات افضل. ساعات التدخل في مشاكل الاخرين ممكن يسبب توتر في العلاقات. لما تسيب الناس تحل مشاكلها بنفسها العلاقات بتكون احسن. ازاي تكبر دماغك؟ هقول لك ازاي تكبر دماغك. اول حاجه كده بسم الله، تحديد الاولويات. دايما اسال نفسك هل المشكله دي تخصني؟ هل هي فعلا مهمه ليا؟ لو الاجابه لا يبقى تسيبها وما تشغلش بالك بيها. وهوب نقوم داخلين في حته اداره الوقت بذكاء. هتدير وقتك بذكاء، مش اي حاجه تضيع وقتك عليه. حدد وقتك للحاجات المهمه وتجنب تضييع وقتك في حاجات تافهه. تجاهل الامور السلبيه. مش كل حاجه بتحصل حواليك تستاهل انك تركز عليها. تعلم تتجاهل الحاجه اللي بتمر عليك وتجيب لك طاقه سلبيه. التواصل بوضوح. لو في مشكله مع حد اتكلم معاه بشكل مباشر وواضح، ما تخليش الموضوع يكبر اكتر من حجمه. التفكير الايجابي. حاول دايما تكون ايجابي وتفكر في حلول ايجابيه بدل ما تركز على المشاكل. هوب نقوم داخلين على امثله مثلا في حياتنا اليوميه. لو في شغل كتير ومتطلبات كتير حدد الاولويات وابدا بيها، وابدا بالحاجه الاهم. ما تخليش حاجه صغيره توقفك عن شغلك. شوف الحاجه المهمه وابدا بيها. العلاقات الشخصيه. لو في مشكله بين اصحابك او عيلتك ما تتدخلش بشكل مبالغ فيه. لو تقدر ساعد، لكن ما تخليش الموضوع
الموضوع يأثر على راحتك النفسية. السوشيال ميديا، بكرر السوشيال ميديا، مش كل حاجة تشوفها على النت مطالب انك تتفاعل معها، لا مش كده خالص. خليك مهتم للأخبار والمعلومات اللي هتفيدك بس، ما تضيعش وقتك في حاجات ملهاش اي قيمه ليك ولا هتزود لك حاجه. خلاصه الحياه واللي عايز يعيشها بص في ورقتك، مالكش دعوه بورقه غيرك. اشتري دماغك، هني بارك عزي وما تتدخلش في شؤون غيرك. حد طلب رايك قول له بما يرضي الله، وما تحكمش على حد بظروفك انت ورؤيتك انت. خليك مريح، كده كده الناس هتحكم عليك، فخليك في الحاجه اللي تريحك واشتري دماغك. انت لو ناجح في حياتك الناس كده كده هتتكلم عليك، وحتى لو فاشل برضه الناس هتتكلم عليك. حتى لو كنت بتحب الناس كلها وبتحب الخير ليهم برضه هتلاقي ناس بتتكلم عليك وحش في ظهرك. لو عملت اي حاجة سواء كانت حلوة وحشة غلط صح لازم تلاقي اللي يتكلم عليك وحش. فانت ما تركزش في كلام الناس، عشان لو ركزت مش هتتقدم خطوة في حياتك. ركز في حياتك ومستقبلك ومع ربك، وما يفرقش معاك غير اللي خلقك. لما تتعلم تتجاهل الحاجات اللي ملهاش لازمة هتكتشف ان حياتك هتكون ابسط وافضل من كده. دايما خليك متذكر ان الناس هتتكلم كده كده، بس انت اللي هتعيش حياتك. اختار تركز على نفسك وعلى اهدافك وعيش بحرية. لو فضلت تمسك للناس على الواحدة تموت مقهور. طنش، تجاهل، اشتري دماغك، فضي دماغك، تغاضي عن الدخول في المناقشات، ما تعاتبش لحد، ما تبررش لحد، وما تفكرش ولا تهتم بحاجه ما تخصكش. لو عملت كده هتلاقي نفسك وفرت طاقه ومجهود وريحت اعصابك بشكل كبير. في النهايه فكره كبر دماغك او بمعنى يعني اشتري دماغك مش معناها انك تكون اناني او غير مبالي، لكن الفكره انك تحافظ على هدوءك وتركز على اهدافك والحاجات اللي تهمك فعلا. لما تكبر دماغك هتلاقي حياتك بقت ابسط، اسهل، اريح، وهتقدر تحدد اهدافك بشكل افضل. اتمنى تكون استفدت باي حاجه من اللي قدمتها كنصايح او اي حاجه تكون استفدت فيها في الفيديو.